المرجع الأساسي لكل شيء بالبلاد هو عماد الدولة وقانونها الأعلى، وهذا الأخير يحتوي على 6 أبواب و225 مادة، يشمل في مضمونها مختلف القوانين السياسية والتعليمية والأسرية والقانونية، وحتى العلاقات بين الحاكم والمحكوم، كما يتضمن مختلف السلطات الرئاسية والهيئات الجزائرية. أجل هو الدستور الركيزة الأساسية في تسيير شؤون الدولة. ثانيا، المواطنة، وهي المشاركة والمساهمة في ازدهار وبناء الوطن، كما أنها العلاقة الوطيدة التي تربط المواطن بوطنه ودولته، وهي ملك لكل شخص يملك الجنسية الجزائرية والهوية الوطنية. ولمزيد من المعلومات حول هذه الأخيرة معنا اليوم صديق من أصدقاء البيئة، السيد يحيى الخضر بوخويدم، رئيس الجمعية الولائية لأصدقاء البيئة. إذن سيدي، ما هو مفهوم المواطنة بالنسبة لك؟ نحن كمجتمع مدني يعني لقينا دعم كبير من السيد رئيس الجمهورية اللي ما فتئ يتكلم كثير عن المواطنة في كل أشياء، خاصة في الجانب البيئي، يعني التي نتكلم نحن عليها مواطنة كأفعال وليست أقوال. يعني الإنسان يكون جالس في الطريق ويصيب شجرة يسقيها ولا يزبرها ولا ينقي عليها، ولا هذه هي المواطنة البيئية. أولا أشكر السيد يحيى على تصريحه الهام. ثانيا، وبعد أن تحدثنا عن الدستور ركيزة بناء المجتمعات وعن المواطنة التي هي سلوك في كل المواطنين والمواطنات المسؤولين والمسؤولات عن ترقية وطنهم، فالسؤال الباقي هو والذي يطرح نفسه بنفسه: ما العلاقة بين هذين الاثنين وما النتائج التي نحصل عليها جراء اتباعهما؟ الجواب سهل وواضح، حيث أنه مكتوب على عنوان كتاب الدستور والمواطنة، ألا وهو أن الدستور هو المرجع الأساسي لكل مواطن لكي يعرف حقوقه وواجباته، وبهذا يؤدي واجباته على أكمل وجه ويحصل على حقوقه كاملة مكملة، وإنه يكون مواطنا يحمل صفة المواطنة، وبهذا الثنائي الرائع يزدهر الوطن ويرقى ويتطور بإذن الله. ستبقى الجزائر حرة مستقلة مزدهرة متطورة وشعبها واع مثقف، فالجزائر حبيبة، ففي الجزائر الجيم جمالها الساحر والزاي زائرها الحائر لجمال ما يرى من مناظر، وأما الألف فهو لألف وألف ثائر مات في سبيل فداك يا جزائر، ويبقى الراء رمزا للعطاء يا حبيبتي يا حبيبتي وكل الأبناء. بهذا أعزائي ومشاهدينا الكرام والكريمات نكون قد وصلنا إلى ختام فيديو الخاص بنا، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وشكرا على المتابعة والمشاهدة. رحم الله شهداءنا الأبرار، دامت الجزائر حرة مستقلة.